مساء الفل. كتير مننا اتفرجوا على ماتش بالميراس وبورتو. طبعا هم في ليفل مختلف، ده شيء طبيعي. بس انا اتفرجت على الناس بتقول ان الاهلي هيتغلب 19 والاهلي هيتغلب 14 والفروقات والامكانيات والبتاع. انت اكيد عارف قبل ما تروح ان في فروق، ما تروحش بقى. خلاص ما دام هي كده ما تروحش. لو خايف روح، لو خايف ما تروحش من البدايه. يعني اللي خايف يتخانق ما يخشش الخناقه. هم 11 وانت 11، طبيعي ان يكون في فروق وانت عارفها. مهما تعمل انت اتشقلبت. اعلى لعيب جبته ب 5 6 7 مليون يورو قيمته التسويقيه. هم اقل لعيب عندهم ب 10 مليون يورو او ب 7 مليون يورو بتوعك دول. هم عندهم لعيب بقيمه فرقتك كلها، سواء كان بورتو او بالميراس او اي فرقه من امريكا الجنوبيه او من اوروبا. ده طبيعي. بس ده معناه ايه؟ ما نروحش ما نلعبش. كام فرقه صغيره عملت مفاجاه وغلبت فرق كبيره. المغرب وصلت قبل نهائي كاس العالم، كسبت البرتغال وكسبت اسبانيا في الطريق كده. لو فكرت كده ما كانتش هتلعب، ما كانتش هتروح. السعوديه كسبت الارجنتين في الماتش الافتتاحي بتاع كاس العالم. لو كانت فكرت كده ما كانتش تروح. العب كوره صعبه. مش مطلوب منك حاجه، انت معلكش اي ضغوط، انت طبيعي تتغلب. عايز تعمل انجاز اكسب. ما كسبتش انت ما خسرتش حاجه. انت المتوقع العادي ان انت تخسر، لان ده طبيعي. مش لاننا وحشين، لان دول ناس بيلموا اهم لعيبه في العالم وعندهم امكانيات اكبر منك بكتير، وده شيء طبيعي جدا. ما تحلمش حلم ما تقدرش تحققه. بس في نفس الوقت ما تبقاش يائس، يعني ما تبقاش حزين كده. احنا ما بنقولش ان احنا ناخد كاس عالم انديه، بس احنا بنقول احنا عايزين نلعب كوره. احنا بنعرف نلعب كوره. احنا الاهلي، لازم تكون عندك ثقه في نفسك. انت النادي الاهلي، العب كورتك. كسبت خسرت اتعادلت، في النهايه دي بتاعت ربنا. بتلعب بالميراس عادي، بتلعب ريال مدريد عادي، اتغلبت عادي. ما الكوره مكسب وخساره. بس اهم حاجه وانا مغلوب ابقى راضي عن نفسي وحاسس ان انا عملت اللي عليا. انما لو انا شايف ان انا كده كده هتغلب، ما اروحش اقعد في البيت. العب كورتك، انزل انبسط. اللي خلانا نخسر او نتعادل ماتش انتر ميامي اللي احنا ما عندش مصدقين نفسنا وفوجئنا اللي احنا احسن. انا حسيت كده. ففي تسرع وفي كل واحد عايز ياخد اللقطه. لا، صدق نفسك، انت موجود، انت في الحدث. خليك قد الحدث. ما بنقولكش خد البطوله، لا، ما تاخدش، العب عادي. لان طبيعي انت مش تاخد البطوله، بس مش طبيعي ان انت تطلع مغلوب 3 ماتشات وتروح وتتنسى. لا، انا هطلع بس كل يا بصمه. يعني اللي يتفرج على الماتش يقول الاهلي اتغلب بس فرقه محترمه، او الاهلي عمل الانجاز وكسب. انت دلوقتي في مرحله الانجاز. مرحله الانجاز اللي انت تكسب بالميراس او تكسب بورتو وتصعد. بعد كده بقى مرحله المعجزه. احنا هنتكلم على اللي في ايدنا. اللي في ايدك اللي انت تلعب راجل. اللي في ايدك اللي انت تلعب للاهلي مش لنفسك يا كابتن حسين. يا سحس، واخد بالك؟ تلعب للجمهور اللي جرى وراك، راح وراك ميامي ميلا استاد البلد المضيف مع الفرقه المضيفه وشجعك وكان عنده ثقه فيك، فخلي عندك ثقه في نفسك. يعني انا شفت بعد الماتش كل لاعب منزل صورته مع ميسي. انت ما كنتش بتلعب ماتش اعتزال ميسي حضرتك. انت بتمثل الاهلي. خليك قد الحدث. لما تبقى تعتزل ان شاء الله ابقى نزل صورتك مع ميسي. انما طول ما انت بتلعب في الاهلي في حدث زي ده، ما تحسسنيش انت مش مصدق نفسك. كل اللعيبه كل واحد جايب لقطه وهو مع ميسي في الملعب ومنزلها، عيب. انت بتلعب في الاهلي. محمد صلاح لما بيلعب مع ميسي ومع التخين، هو اللي بينزل صورته مع محمد صلاح، ما بيهموش لانه صدق نفسه، صدق ان هو محمد صلاح. ميسي اعظم لعيب جابته الكره الارضيه. ومش معنى كده ان انت ما تفرحش ان انت بتلعب قصاده. بس انت الوقت الان في المرحله دي همك الاول شكلك وثقتك في نفسك وفي فرقتك. انا اقول لنفسي انا مفيش حد احسن مني. انا اقول لنفسي انا العب مع اي حد.
لو صدقت نفسك هتقدر تعمل كتير، انما لو مش مصدق نفسك هتيجي كرة انفراد زي كابتن سحس، مش عارف تعمل بيها ايه، انت مش مصدق اصلا ان انت هنا. هيجي لك ضربة جزاء تتخانق عشان تشوطها، عشان عايز تاخد اللقطة، يتقال ان انت اللي جبت الجون في كأس العالم. لا، انا ممكن اجيب تالت جون، خامس جون في كأس العالم، لان احنا هنجيب اجوان كتير في كأس العالم. انا لو قلت لنفسي كده مش هخاف، زيزو يشوط، وسامي يشوط، تريزيجيه يشوط، الشناوي يشوط، مش هيهمني، لان انا عارف ان انا هجيب غيره. احنا بنتعامل مع الموضوع كأنه حفلة، احنا مش في حفلة حضرتك. كل يوم استوديوهات تحليلية وايفنتات وقاعدين على البحر، مش رايحين نتفسح، احنا رايحين بطولة كبيرة. الاهلي بيلعب في البطولة دي، الاهلي كاسم اكبر من بورتو واكبر من بالميراس، ودي حقيقة بالنسبة لقارته. الاهلي ايه بورتو في اوروبا، يعني ايه بالميراس في امريكا الجنوبية؟ ده الاهلي. اي نعم، انا مقتنع ان الامكانيات مختلفة واللعيبة مختلفة والاتموسفير مختلف، بس الاهلي برضه مختلف. الاهلي لاعب الهلال كسب 4 بفلوسه بلاعيبته، لاعب الاتحاد جدة كسبوا 3 في ارضه بفلوسه ولاعيبته. ليه؟ لانه مصدق ان انا الاهلي العب مع اي حد. بس بنيجي بقى عند فرق امريكا الجنوبيه واوروبا ما بنبقاش راضيين نصدق. لا، صدق، صدق انت الاهلي، مالك في ايه؟ ايوه انت بتلعب ميسي. يعني استغربت لما قعدوا يتكلموا على ياسر ابراهيم، ان ازاي ياسر ابراهيم شد قصاد ميسي في الملعب. ايوه، ما يشد قصاد مين؟ هو لاعب وانا لاعب. اي نعم، ده اعظم لاعب لعب كوره في التاريخ، بس انا بلعب في الاهلي وهو استفزني. كائن فضائي، بني ادم، لاعب كوره، اعظم واحد لعب كوره في التاريخ، في النهايه لعب كوره زيه زيي. ليه بنقلل من نفسنا؟ انا مش فاهم. ويطلع ناس منتهى السخافه تقول له ياسر ابراهيم مش عارف ايه بيتخانق مع عمه فلان. طبعا غالبيتهم زملكاويه، ماشي، انا مقتنع بالموضوع، ماشي. ما يتخانق مع ميسي، ايه المشكله يعني؟ مش في الملعب؟ مش بيلعبوا كوره عادي؟ دي كوره. صدق اللي انت الاهلي، صدق نفسك، العب برجوله. خايف ما تروحش، والاهلي ما بيخافش. الاهلي ما يخافش من حد. العب بروح الاهلي. لو فكرت ان الفرق دي احسن مني مش هعرف العب. هما بيحسن مش احسن مني لانهم احسن، هما بيلعبوا في مناخ تاني وبيتمرنوا تمرين تاني، معاهم فلوس تانية، معاهم امكانيات تانية. مش عشان هما احسن، عشان ظروفهم احسن. محمد صلاح طالع من المقاولين، مرموش طالع من وادي دجله، امام عاشور لو راح في الدوري الانجليزي هيلعب وهيأدي. محمد صلاح ما كانش احسن موهبه في جيله، مرموش ما كانش حد يعرفه. الفرق بينهم وبين لاعبي جيلهم انهم صدقوا نفسهم. بس انا جامد، انا اعرف العب. صدق نفسك انت بقى، ما بالك بقى انت بتلعب في الاهلي، نفس اللعيبه كلها يوصل لها. يا عمي صدق، ما تروحش انت ايه الهيصه دي؟ سيبك من الدوشه اللي حواليك دي، ركز. انت مش في حفله كل لعيب منزل صورته مع ميسي، ايه في ايه؟ العب، خليك راجل يا كابتن حسين. العب للفرقه يا كابتن تريزيجيه. زيزو بيشوط احسن، يشوط احسن، هيجي لك غيرها. احنا الاهلي، احنا نقدر بالروح وبالاصرار وبالعزيمه، الدوافع، بكل حاجه احنا نقدر. انت تقدر. مش مصدق نفسك ما تروحش. يعني انا لو مكان المدير الفني، المدرب، هقف وسط اللعيبه دي، اللي مش مصدق نفسه ونازل يتغلب ما يلعبش، ما ينزلش. اللي مش قد المسؤوليه ما يلعبش. اللي فاهم اللي احنا جايين نتفسح في حفله يروح يحتفل في الساحل الشمالي، يروح ينزل يروح حفله حمو بيكا. احنا هنا جايين رجاله نلعب رجوله. الاهلي طول عمره فرقه رجاله. لازم نكون اتعلمنا من ماتش انتر ميامي اللي خلانا كده وعملنا كل حاجه في الكوره. بس الكوره ما عندنا ليه؟ لان كل لعيب بيلعب لنفسه، بيلعب للفرقه بس بيلعب لنفسه الاول. مش مصدق نفسه، عايز يطلع هو النجم في الحفله دي. هي مش حفله،
من الانجاز مش انت تجيب جون في كاس العالم. الانجاز انت تعمل انجاز، ان انت تكسب بالميراس او تكسب بورتو. انت ما بتلعبش ريال مدريد، ما بتلعبش برشلونه، ما بتلعبش السيتي. انت بتلعب فرق، يعني اقل فرق التصنيف الاول، هي تصنيف اول بس اقل حاجه. فاللي انت تكسبها ده انجاز مش معجزه. والاهلي طول عمره فرقه انجازات. لو في روح وفي اصرار وفي عزيمه وفي قلب، وفكرت في الجمهور ده اللي بيستناك وبيصحى لك للصبح ما بينامش اما يتفرج عليك، وبتفكرت في النادي ده وفي التيشيرت اللي انت لابسه، هتكسب. مش هتكسب هتلعب كوره. مش هتلعب كوره هتبقى راجل. انا عارف ان لعيبه الاهلي كلها رجاله، وعندنا ثقه كلنا، مازال عندنا ثقه فيهم، وعارفين ان هم يقدروا. وان شاء الله الرساله تكون وصلت. احنا مش في حفله، احنا في بطوله. احنا بنلعب باسم الاهلي. خليكوا رجاله وخليكوا قد البطوله. احنا ما بنطلبش منكم حاجه، ما بنطلبش ان انتوا تاخدوا البطوله. احنا عايزينكم تبقوا رجاله. عايزين نتفرج على الاهلي بيلعب كوره، بيلعب بدمه وبروحه لاخر ثانيه في الماتش، عشان يسعد الجمهور وعشان الفانيلا اللي هو لابسها. مش عايزين اكتر من كده. شكرا وليكوا زي الفل.